مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. هذا الفيديو كان هو آخر جمعة برمضان. إن شاء الله الجمعة الجاية راح يكون عيد إن شاء الله، عيد مبارك عليكم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وينعاد علينا وعليكم رمضان بخير وسلامة. فيديو اليوم هو عزومتنا لأصدقائنا الأتراك، وسوينا لهم أكلة عراقية اللي هي القوزي العراقي، وحكينا لهم وسولفنا لهم عن تقاليدنا برمضان، شلون احنا نحضر اللبن والتمر قبل الفطور، وشلون نزين البيت برمضان، وبعض تقاليدنا بأيام رمضان. سويت لهم بهذه العزومة بناء على طلبهم. هم يعرفون انه الاكل العربي هم يعرفون به بس الكبسة، يعني يعرفون الاكل العربي هو كبسة تمن ولحم. أنا قلت لهم راح أسوي لكم أكلة عراقية بعد أضبط من الكبسة اللي هي القوزي العراقي، وسويت وياه برياني عراقي، وقليت همين سويت يعني كوبة حلب، وشوية سويت وياهم فاصوليا وتبسي باذنجان، وسويت شوربة العدس العراقية. طبعا راح أسوي لكم القوزي العراقي بالطريقة العراقية التقليدية اللي هي طريقة أمي وبيبيتي. بصراحة راح أسوي لكم إياها خطوة بخطوة. هنا نحتاج لحم غنم، لازم يكون مو لحم هوش أو عجل، وتكون القطع لازم شوية كبيرة لأنه راح نسلقها سلقة قوية فتذوب. هنا نجيب جدر يكفي كمية اللحم، ونخلي بيه بصل. أهم شي بشعب الجدر نخلي البصل قبل ما نخلي اللحم، لأنه النكهة مال البصل والتبخير مال البصل راح تصعد على اللحم. نخليه شوية هيك يتشوح مثل ما نقول ويا البصل فد شي يعني 10 دقايق، هو يذب المي مالته، وبعدها نقبغه. قلت لكم نقبغه هيك فد 10 دقايق. ما بعدها نرفع الغطا من عنده. هنا يكون على صفحة احنا شو مسوين، خالين مي حار. لازم يكون المي حار، يعني يغلي، مو مي من البوري بارد، لأنه إذا خلينا المي بارد راح يصير اللحم احنا شو نقول يقسى أو يتقاوى، يعني ما يستوي، يعني كأنما الشغلة كلها خربت من البداية. لازم يكون المي حار. بصراحة أنا هاي الطريقة هي طريقة أمي، ما يعني نسوي غير طريقة. أكو بعضهم يخلوها يخمروها بالليلة وهيك شي، إحنا ما نسوي هذه الطريقة، نسوي هذه الطريقة التقليدية، وصار الطريقة كلش سهلة وبسيطة والطعم كلش طيب. هاي هنا بعد ما فار المي فد شي فد ربع ساعة نجي نشيل القبغ ونشيل هاي الزفرة مال اللحم كليتها، حتى يصير الطعم مالته والنكهة طيبة، قبل ما نضيف أي إضافات، يعني أي بهارات أي توابل ما نضيفها. حتى الملح نضيفها بالنهاية، لازم بالبداية نشيل هاي الزفرة تصير هي مثل الرغوة فوق اللحم. هنا نجي نخلي التوابل، خليت نوم بصرة ودارسين وشوية بهارات يعني كاري وحبات قرنفل وحبات هيل. طبعا خليت ورق غار بس نسيته فبعدين خليته. وهنا نخلي قطعة من الفلفل الأخضر والطماطة، ينطي فد طعم وفد نكهة للحم، يعني مو بس للقوزي، حتى لو أي لحم انتو تسلقوه تخلون وياه طماطة وفلفل أخضر، وبعدين تشيلوها. حتى بالبامية أنا أخلي يعني باللحم مالت البامية ينطي للحم طراوة وطعم كلش طيب، حتى الزفرة يشيلها من عندها. هنا بعد ما خليناه ينسلق العفو، خليناه ينسلق، خليته حوالي ساعتين ينسلق. نجي هنا نخلي نجيب تبسي ونخلي عليه ورق الزبدة حتى ما يلتصق. بعدين لأن راح نشيله نرفعه نخليه على السمن، ونخلي نذوب فد قطعة من الزبد، يعني حصريا زبد مو دهن ولا زيت زيتون ولا زيت عادي. شوفوا لي اللحماية مالته شلون طرية صارت، يعني شلون الحلقوم، يعني بحيث قوة شلتها وخليتها بالتبس، يعني العظم دا ينفصل عن اللحم. هنا هاي ذوبت قطعة الزبدة، وهاي اللي سويتها، سويت الحشوة مالت البرياني، وسويت شوربة العدس بالطريقة العراقية، وسويت همينة فاصوليا لأنه التمن طبخته أبيض حتى ينأكل وياه الفاصوليا. هنا بعد ما ذوبت الزبد شوية جيت خليته دهنت بيه وجه اللحمايات. هنا شنو حتى يعطيها فد لون حلو وشي لون كلش يعني حلو ذهبي بعد ما أدخلها للفرن. طبعا اكو طريقتين،
يعني أكو طريقة إنه تريدون تحمّروها يعني تسوون اللحماية حمرا، تسوون الصلصة مال صلصة حمرا يعني معجون وتوابل وهيجي، أو هاي الطريقة الثانية. هنايا هاي خليتها بالفرن، شوفوا لي اللون مالته شلون طلع ذهبي وكلش حلو، يعني أنتم تقدرون تخلوه هيجي بشكل طبيعي، بس أنا ردت ديكوره يطلع أحلى والطعم بعد أحلى، الزبدة ينطيه طراوة وطعم كلش طيب. هنايا هسه تشوفون بعد ما طلعته من الفرن، شوفوا اللون شلون صار هيجي لونه ذهبي وكلش حلو، يعني شلون ديكوره حلو حتى ينطيه فد طعم بعد أطيب. هنايا سويت وياه تبسي كفتة يعني باذنجان وبتيتة وكفتة. هواية مسويته وياكم يعني الطرق، فما ردت أدوخكم بهاي التفاصيل، صحيح إحنا عازميهم على يعني قوزي على تمن، بس إحنا العراقيين طبعًا يعني نخجل نخلي بس طبق واحد أو بس وجبة وحدة، فسويت وياها هذه الفاصوليا وسويت شوربة العدس وهذا التبسي، وقليت همينة كوبّة حلب، وهاي الزلاطة اللي سويتها زلاطة خس وخيار ولهانة، وهذه الشعرية مالت حشوة البرياني. أنا هنايا حضّرت يعني سفرة الطعام، طبعًا إحنا غرفة الطعام عندنا مفصولة عن الصالة، ومفصولة حتى عن المطبخ، فدائمًا أني من عندي ضيوف أحضّر الميز، أحضّر الأطباق كلّيتها أخلّيها حتى ما أنخبص، يعني من يجون الضيوف أني فقط أسكب يعني الأكلات الأساسية وأخلّيها على الميز، وهنايا حضّرت همينة الحلويات الرمضانية. حضرنا لهم بقلاوة سوينا لهم ويا الشاي، فهذه خليتها بهالشكل. طبعًا سويت لهم شاي عراقي مهيّل، وسوينا لهم وياها بقلاوة، هاي كل هالأشياء حضرتها قبل الفطور حتى ما انخوص. وهنايا سويت التمرية مالتنا العراقية، سويت لهم إياها ب3 أشكال، سويتها بالسمسم وبجوز الهند المبروش وبالورد المحمدي، وفهمناهم تقاليدنا بأنه إحنا قبل الفطور ناكل التمر واللبن نشربه، وما بعدها نبدي بالفطور يعني نشرب الشوربة، وما بعدها نبدي إن شاء الله بالفطور. وهذا كان البرياني مالتنا القوزي، يعني هو قوزة على البرياني، والحمد لله والشكر. شوفوا اللحماية مالته يعني شلون طلعت هيجي juicy يعني وطرية، ما أقول لكم على الطعم، طبعًا كانوا جدًا ممنونين من الأكل العراقي، كان كلش طيب الحمد لله والشكر. والسفرة كانت كلش حلوة وعامرة، ألف الحمد لله والشكر، ربي يديم النعمة. وهنايا فلفولة يعني قبل ما الناس تاكل يعني خبصتني خبص إنه تريد حصتها. حبيبتي بالعافية ماما، بالعافية، بس مو هنايا تاكليها، روحي اكليها بمكانك، روحي بمكانك اكليها مامي، حبيبي بالعافية عوافيه. يلا أخذي. وهاي المواعين ما بعد الفطور طبعًا غسلتها بنيتي الحبابة، أني أسميها غسالة المواعين، ومع السلامة.